نأتي إلى يوم الثلاثاء وهو يوم حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا. أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. فلما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس قد أقبل. فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن. فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. الاستعداد للقاء العريس. أيها الأحباء، نحن راحلون، وإنجيل للعذارى الحاكمات والجاهلات لم يكتب ليكون إنجيل تاريخي، مش إنجيل تاريخ عشان نذكر القصة دي مرارا وتكرارا في القداسات وفي صلوات نصف الليل، لكن إنجيل العذارى والحاكمات في عبارة مرعبة جدا عندما يقول أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا يقرعن على الباب قائلين أو قائلات يا ربنا يا ربنا افتح لنا. فيجيب من داخل ويقول لا أعرفكن اذهبوا عني يا ملعين إلى آخره. هذا الكلام كلام ينطبق على كل واحد فينا. هيأتي وقت يغلق الباب، هل أنا مستعد للقاء العريس ولا مش مستعد؟ وبعد أن يغلق الباب لا يوجد مخلوق على وجه الكرة الأرضية لا في السماء ولا على الأرض يقدر يفتح الأبواب بعد أن تغلق أبواب الحياة أمام وجوهنا، وهي بالفعل هتغلق. أبواب الحياة هتغلق آجلا ولا عاجلا بالانتقال أو السفر إلى السماء. فالفرصة مواتية لنا جميعا، الفرصة موجودة الآن. يقول الكتاب إنها ساعة الآن لنستيقظ، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. زي ما قال أحد الحكماء المعاصرين من لا يستطيع أن يتوب في أسبوع الآلام مش هيتوب بعد كده خالص. إنها فرصة لنا جميعا بدون استثناءات وبدون أسماء وبدون ألقاب. أسبوع الآلام فرصة لنا لنجدد العهد ونقدم توبة خالصة حتى يكون لنا نصيب ونستعد للقاء العريس ونفرح مع العريس ونسمع الصوت القائل نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. حبايبنا شباب ثانوي، الشباب المبارك، كنيسة المستقبل ورجال المستقبل ومستقبل الكنيسة في إيد ربنا أولا وأخيرا وفي إيدكم. شباب الكنيسة شباب بخير. لو قارنا شباب كنيستنا القبطية بالشباب بره في فرق شاسع. زي ما قال قداسة البابا شبابنا شباب حلو وبيحب ربنا حتى لو كان بعيد عن ربنا سنة لسبب أو لآخر.
شبابنا مبارك ومن أسر مباركة إلى آخره. بس احنا عايزين هذا الشباب الحلو ولاد ربنا شوية يبقوا إيجابيين. لأن قرأت كلمة لكاتب أجنبي بيقول فيها إن إحنا فينا شريحة كبيرة من الشباب تغوص في أعماق السطحية. يعني مش بيغوصوا في أعماق المعرفة، بيغوصوا في أعماق السطحية. وأصبح العالم سطحي دلوقتي، يهتم بالسطحيات وقشور الأشياء، لدرجة إن لو مسكت شاب وقلت له آخر كتاب قريته إيه مش هيجاوب. لو مسكت مجموعة من الشباب كبار أو صغار في مرحلة ثانوي وقلت له آخر كتاب قريته إيه هيضحك ويبتسم وكده. فالقراءة والمعرفة من مصادرها المتعددة، بالذات في الكتاب المقدس والكتب الأخرى الروحية والثقافية والعلمية إلى آخره والاجتماعية، القراءة قلت. وإحنا شايفينه معنا كثير من المتخصصين إن السطحية أصبحت سيدة الموقف. أدعو شبابنا القبطي الذي خطبه القديس يعقوب الرسول في رسالته قائلا: أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. أعرف شاب كان في ثالثة ثانوي وهو المتنيح أبونا بنيامين عزمي، أبونا اللي كان معانا وفارقنا إلى السماء وخدم في خدمة ثانوي، كان في المنصورة يقرأ الكتاب المقدس وهو في أولى ثانوي في الصيف يقرأ كله، وفي تانية ثانوي يقرأ في الصيف. ودخل اجتماع الإعداد الخدام ونجح فيه بامتياز. وكان وهو في أولى جامعة يطلبوه في كنيسة المنصورة لقوة وثقافته الموسوعية وحبه وعشقه للكتاب المقدس. فأصبح إنسان ناجح وخادم ناجح وزوج ناجح، إلى أن اختارته عناية السماء ليكون كاهن. وكان الكتاب المقدس له تأثير في حياته. أدعوكم وأرجوكم وأتوسل إليكم، اجعلوا الكتاب المقدس صديق مش كتاب تاريخي، وشوفوا النتيجة. اجعلوه صديق شخصي، اقروا واطلعوا وابعدوا عن السطحية وادخلوا إلى أعماق الحياة. هتجدوا جدد وعتقاء وهتبقوا أناس ناجحين وشباب ناجحين في كل ما تمتد إليه أيديكم. ودايما بقول الآية التي قيلت عن يوسف الصديق، بقول فيها إن كان الكتاب بيقول عن يوسف الصديق كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، نشيل كلمة يوسف ونحط بدلها أبانوب، نحط مجدي، نحط وهيب، نحط أي حد، نحط يوستينا، نحط أي حد. كان الرب مع فلان أو فلانة فكان شابا ناجحا. والنجاح ليس دراسيا بس، النجاح في كل مناحي الحياة. كل ما تمتد إليه أيديه كان ينجحه الرب. يعني الشاب اللي ماسك في ربنا ومعاه كلمة ربنا غنية تغنيه وتخليه ناجح في أي حتة، في دراسة، في غربة، في هجرة، في سفر، في عمل. إنسان ناجح بكل مقاييس النجاح، ويشهد للمسيح في كل مكان يتواجد فيه. أدعوكم إلى ترك السلبية، وأدعوكم إلى ترك إدمان الموبايل والنت، لأن في ناس الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي نزلتها الأرض ورجعتها 100 خطوة ورا. تعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي بحكمة وبمنطق وباعتدال وبفهم وباستنارة، لأن علمت منذ فترة أن هناك عيادات تعالج إدمان النت. فأصبح النت بدل ما يبقى وسيلة تقربنا إلى الله، وسيلة ممكن تبعدنا جدا جدا عن ربنا. فنرجو أن تكون لنا الحياة المقدسة. ويأتي أسبوع الآلام ليخاطب كل شاب في مرحلة ثانوي يقول له الآلام دي المسيح تألم نيابة عن حضرتك،
مش عن العالم كله بس، عن حضرتك. الآلام دي المسيح جازها نيابة عن حضرتك عشان يخلق منك إنسان جديد، ويخلق فيك قلب جديد وطبيعة جديدة، ويعطيك الروح القدس اللي ممكن يغنيك وتبقى أغنى إنسان على الأرض. ليس الغنى المادي فقط، ولكن غني في تفكيرك، غني في حياتك، غني في مبادئك، غني في ثقافتك، غني في ارتباطك بربنا. لأن مكتوب إن إحنا نور العالم وملح للأرض. هذه الآيات لم يتم تسجيلها لتخاطب فئة معينة، بل لكل من دعي عليهم اسم المسيح. نحن نور للعالم وملح للأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعدا لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. لا نستطيع أن نتخيل أن ولاد ربنا ممكن يبقوا مداس للآخرين. نحن أولاد الله، نحن مدعوين أن نتشبه بالله، نحن مدعوين أن نكون نور للعالم وملح للأرض بالأعمال والنجاح والسلوك إلى آخره، ولا نكون سبب على التجديف على اسم الله تبارك اسمه، لأنه في آية مخيفة تقول لأنه بسببكم يجدف على اسم الله. ربنا يحمينا وربنا يحميكم ويساعدكم ويقويكم لتكونوا شهود وشباب أقوياء هم كنيسة المستقبل، كما قال المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث. ربنا يدعى عليكم الأيام بخير، ونفرح بالقيامة زي ما نفرح ونتأثر بأسبوع الآلام، نفرح بقيامة المسيح ونقوم معاه. عشان كده الكتاب قال إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكنيستنا طيبة كل سنة، والخدام والخادمات والشمامسة والآباء وسيدنا وقداسة البابا بخير وصحة وسلام، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والمجد لله دائما أبديا آمين.